قل رايك. والله شو أعقب عليه؟ أنا عارف أن التيك توك هذا يعني ايوه موجود فيه يعني فتنة عظيمة، وفيه الجزائريين يسبون في الخليج في الإمارات والسعودية، وفيه السعوديين يسبون في الجزائر، وفيه المغاربة يسبون الجزائر، يعني في حرب طاحنة يعني مثل نقولوا. فهمت كيف؟ اي فهمتك هذا كاين فالمشكل آه؟ كاينه فعلا كاين. ولكن المشكل يعني احنا انسان دائما لما يسوي عمل يريد منه النتيجة، صح ولا ما صح؟ يعني انت لما الان تدير هذا البث ومثلا تسيء الى بلد مثلا باكمله، يعني تكون لازم يكون عندك النتيجة. بس انت الان لو تقعد يعني 20 ساعة 30 ساعة شهر سنة في هذا البث، راح ما راح تلحق النتيجة، يعني فقط إلى يعني ربما يطلعون أشخاص ويسيئون ليك ويسبوك يعني بعرضك، أو يعني فيه ناس تكلم يعني تسب العرض. فهمت كيف؟ يعني احنا نناقش افكار، ما نناقش اعراض، نناقش افكار ليش سب العرض يعني. أنت تناقش أفكار، ولكن فيه ناس يطلعون ويسبك في عرضك، لأنه هو ما يشوف أنت تناقش في أفكار، هو يشوف بأنك وش اسوي له؟ وش ذنبي انا اذا هو خلق كذا يعني؟ لا مش قضية خلق، أنا قلت لك يعني هو الانسان الاناء ينضج بما فيه، في ناس بتاخذ انتقاد. نعم عارف الانسان اللي هو ولكن محترم والانسان يفهم، ولا اكرمه رب العالمين بالعقل، يعرف ما هو معنى الانتقاد وما هو معنى النقاش وما هو معنى السب. فانا اتشرف ان الانسان يسبني عادي، الامور طيبه. ان اذا انا ملتزم في حدودي وما غلطت على والدته وغلطت على اشياء تخصه وفي شخصه هو كشخص، عادي يتفضل يسب لين الصبح، رب العالمين ادرى بنفسي وبنفسه. فهمني كيف؟ في الاخير كلنا ندري وين القبله، اللي وده يصلي يتفضل، واللي وده مكان ثاني يتفضل. تمام. فهذا هو. حنا جماعه الخير اول شيء يسوون مشاركه للبث، يعني مشاركه للبث يعني بعد نكمل النقاش. مشاركه للبث يعني الحين 300 اول شيء لما مسوون مشاركه للبث. اللي ما يعرف يسوي مشاركه للبث لازم يعرف مشاركه للبث مع تكبيس. اما بالنسبه للدعم وهذه السواليف حجزوها في علامه التيك توك او شيء او هدف، ما ادري. علامة التيك توك افضل لا شيء، يكلف مع نفس والتكبيس اللوسه. اهم شيء التكبيس لا يوقف، بس التكبيس. فهد لا تقول لهم تكبيس، خلاص الجماعه حافظين التكبيس. التكبيس يطرد ابليس، هذا شيء جمله مشهوره. الاخ سهيل، نعم ما سمعت مداخلتك مع الاخ فهد، بس تفضل. زي تفضلك، شكرا. من وين يعني اول شيء؟ لك انا قلت لك يعني انا اكيد يعني من وين اول شيء؟ من وين اي دوله؟ انا جزائري. والنعم بحالك، لاني ما سمعت مداخلتك اول شيء. شكرا نعم عليك. انا يعني قلت انه داخلتي، يمكن انت ما سمعت شنو قلت في الاول. انا اقول اكرر، قلت انه في ناس يعني في حرب طاحنه داخل تيك توك، في خارجيين وفي جزائريين يسبون في الخارجيين، وخارجيين يسبوا في الجزائريين، ومغاربه يسبوا في التوانسه، والتوانسه يسبوا في الجزائريين انت عارف هذه الشغله في التيك توك يعني. بس أيوة. احنا دائما الانسان لما يفعل شيء يعني يريد منه النتيجه. مثلا هل هذا السب او الشتم، او مثلا انت لما تطلع تدير بث، يعني انا عارف انا هذه البث بتاعك هو رده فعل، لان انت شفت كثير جزائريين ربما ليس بثي ليست رده فعل، بثي هو فعل. السب الجزائري هو رده فعل. نعم. السب لما يجيك سب من جزائري هو ردة فعله هو. أما بالنسبة لي أنا بث فعل، يعني ليس ردة فعل. لا بثك أنت والصورة هذه اللي وضعها، ليش وضعها يعني؟ أنا مو بردة فعل، يعني كأنك تقول فضح الشعارات مثلا. لا مش فضح شعارات أخي. شوف لأن أغلب الجزائريين إحنا نعرف كنا كعرب مواطنين كنا مع فلسطين، ما في حد ضد فلسطين. بس شو اسمه، الفلسطين المسؤولين الجزائريين كلهم شعارات مع فلسطين، بس ما تحصل في الواقع شيء. نعم. فمني كلها شعارات، ومبرمجينهم ضد الناس الثانية، ومدخلينهم أفكار التطبيع وما التطبيع والخيانة والتصهيون وغيره، وأنت شعب الله المختار وأنتم اللي مع فلسطين. في الأخير ما تحصل شيء. سامحني انقاطعك. يعني أنا لو أقول لك يعني كلام يعني إن شاء الله تصدقني فيه، أنه أقسم برب العظيم لما أرى بث بتاع يعني ناس سواء جزائريين ومن أي دولة كانوا يسيئون للخليج، للمملكة العربية السعودية أو للإمارات أو يعني مهم من دول الخليج، أقسم بالله يؤلمني وما أحب وأطلع تشوف الإساءة. تشوف ناس لما تسيء لازم تكون عندها شيء تسيء. في ناس تفتري وفي ناس عندها واقع. اللي وده يسيء للخليج مثلا، عطني أي موضوع
أنا حصل حد يسيء للخليج، ما تحصل شيء إنك تتهم فيه دولة الإمارات، لأن في الأخير هي دولة اشتغلت على شعبها وأمنها وأمانها، اكيد أكرمت اكيد. انا مواطنها. ما انا يعني احد ما الاشخاص تحصل السياسة الخارجية هذه سياسة الأشخاص، أما السياسة الداخلية تحمل المواطن أن المواطن عايش في أمن وأمان وينعم في بعض أشياء. يعني هذا ما تحصل شيء أنك تنقص فيه من دولة الإمارات. أخي الحبيب، أنا أحد الأشخاص اللي متأكد وعارف أن كلامك اللي تقول فيه أنت 100% وصحيح، وأن ما فيه يعني شيء أنهم يسيئوا الإمارات، أنها الحمد لله دولة يعني متطورة وحكومتها ما شاء الله يعني قائمة بشعبها وعايشين رفاهية والنعم ما شاء الله، يعني هذا مفروغ منه. والناس ولكن في ناس يعني ما هم مثقفين، ما هم عارفين، يعني يجون فقط سواء من بلدي أو من غير بلد آخر، يجون فقط يطعنون في الخليج ويقولون كذا ويقولوا صهيوني ويديرون والله هالمصطلحات احنا صرنا نشوفها بس من الجزائر، ما صرنا نشوفها من لا دول لا لا ثانية. لا 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 لا، هذه ما اتفق معك، اقسم بالله العلي العظيم. الا أنا في بثي انا مروا علي العراقيين، التوانسة، تريد الليبيين، شوف اخي المغاربة، الحبيب، اخي الحبيب، الموريتانيين، ما حصلت حد إنه يتهم. انا اقسم لك بالله يعني، وانا عايش في اوروبا ويعني انا اعرف الناس ومخالط على ناس ومخالط على كنا جنسيات. مسؤولين الغالي، مسؤولين. أنا ما أتكلم على شوشرة الشعب. احنا العرب متضاربين مع بعض، ما مسؤولين. احنا أول أمس متضاربين مع عمان على أغنية. فاهمني كيف؟ الشعب انت الان متضارب مع تتكلم على بعض. المسؤولين الشعب، ولا على الشعب؟ ما فهمت. أنا أتكلم على المسؤولين الجزائريين، الشعب الجزائري على الرأس والعين، ما على يخصني فيه. المسؤولين. اوكي. تمام، أنا أتكلم على المسؤولين والشعارات الفلتانة. لا تمام، ولكن لأن انت الشعب المسؤول الجزائري ما خلى الدولة العربية إلا ومر عليها بشتيمة، بس والله. ولا بحياته حرك لسانه وقال شيء غلط على فرنسا. أعطيني مثلا أن مثلا فيه مسؤولين شتموا الدولة من الدول العربية. مال خارجية عندكم، عبد المجيد تبون في آخر لقاء الإمارات الملعونة. هو قال هيك؟ إيه أعطيني بس سمعني الصوت هذا. يا أبو، عطني ذا العالم، يعني أنت وين عايش؟ يا أخي أنا شفت اللقاء هذا، ما قال الإمارات الملعونة، قال وحتى حتى دقيقة. مستشار رئيس مستشار محمد بن زايد رد عليه في تغريده، صح؟ شفت التغريدة. معناته هذا مالنا احنا مو مقبول يرد على الهواء. هو دقيقة أخي الحبيب، أنا التغريدة شفتها وهو قال الإعلام، جريدة الليل والوضوح ولا ما أدري إيش طلعت في الإمارات تتجسس لصالح المغرب. الشروق نزلت فينا السب من الصبح للمساء، النهار حدث ولا حرج. الجرائد ما هم مسؤولين. الجرائد جرائد رسمية الحبيب، مو لا. شوف حبيبي، شوف أخي الحبيب، أبوي لما تطلع جريدة اكتب، قل جريدة تطلع تتكلم على عبد المجيد. أنت اللي تتكلم كيف اسمك؟ جريدة رسمية. اسمك شوف الفوق يطلع لك الاسم جاسم. جاسم أخي جاسم. جريدة رسمية أخي جاسم، سمعني رسمية. إذا تقولي الجريدة ليس رسمي، جريدة لا تمثل الدولة، فمعناته لست أهلا للنقاش. لا تمثل الدولة، ما قلت لك ما تمثل الدولة، ولكن أنا قصدي يعني مثل تمثل ولا ما تمثل الدولة؟ تمثل الدولة، جريدة هي تمثل أي مسؤول. نعم، ولكن دقيقة أقول لك عندكم وزير الإعلام ولا ما عندكم؟ عندكم وزير الإعلام صح؟ أيوة موجود وزير الإعلام. تمام، معناته تمثل الدولة. نعم. أنا شوف يا أخي الحبيب، أنا ما أقول لك أنا إذا أتكلم هذا يعني مثل هذا الناس الجرائد ولا أنا رئيسة حزب ما أدري إيش عندكم، هذه تمثل ولا ما تمثل؟ تمثل طبعا صح، حتى هي صباحا مساء في الإمارات، يعني عادي. كيف اسمها هذه؟ ما أدري وش اسمها، أنا حفظت حتى اسم ربعي لا أحفظ اسمها. المهم أنا تكلمت على الرئيس، قلت لك أن الرئيس ما قال الإمارات ملعونة، وهذه من المستحيلات السبع أنه رئيس دولة يقول كلمة مثل هذه، يعني الإمارات الملعونة ما يصير. يعني هو ما سمى الاسم بالإمارات الملعونة، فسمى الدولة العربية. تعرفوا كلامه مثل هو يتكلم مثل طريقة الحريم دوم، حتى يوم يتكلم عن المغرب ما يقول المغرب، يقول هوك. تمام، هوكستان. أنت تعرف طريقة كلام عبد المجيد تبون مثل الحريم اللي في الحمام، فنفس الطريقة تكلم فيها. لحظة الغالي، احنا ما بهبل. إذا حنا هبل فمستشار الدولة مو بهبل، مو بهبل
يجي يرد على في التيك توك على عبد المجيد تبون، ووجه له الكلام مباشر، قال له إذا فيك شيء، إذا ودك تعادي لازم تعادي على المباشر، فلا تترنح. الترنح ما يفيد. من آخر زيارة الملك محمد السادس للإمارات توترت العلاقات على الصفر. الجرائدكم على الصبح أول جريدة طلعت نازلة في الإمارات قذفا سبا، ليس سبا بس سياسي. أخي الحبيب أعطيني الكلام شوية. أنا متفق معك، وأنا موجود كثير، ما أقول يعني موجود صح، قلت كثير موجود صح أنها خلافات ما بين الجزائر والإمارات، هذا وما في واحد ينكر، وفيه جرائد صحيح أنها تمثل ربما الدولة. وهذا أنا رديت لك على كلمة أن الرئيس قال الإمارات الملعونة، أنا ما عجبني الكلام هذا، لأن مستحيل الرئيس يقول الإمارات الملعونة، مستحيل. ولكن أنا كنت قبل في موضوع وأنت غيرتني الموضوع آخر. أنت قلت لي أن البثوث اللي تبث هي فقط جزائريين، أنا قلت لك لا، ما هي جزائريين، فيه من الخليج اللي هم يسيئوا للخليج، وأجيب لك حتى اسمواتهم، وعندي بثوثهم وأعرفهم يسيئون، وأنا شخصيا أطلع عندهم في القسط وينزلوني وأتعارك معهم. ليش تسبون في دولة مثلا المملكة العربية السعودية اللي هي بلاد التوحيد وبلاد الإسلام وقبلة المسلمين؟ تدري ليش؟ لأن نظامكم برمج الشعب الجزائري ضد الخليج. يا أخي الحبيب، خليني أكمل مداخلتي. تدري لا ليش؟ ما تكمل مداخلتك. ما هو الشعب الجزائري؟ أنا أعطيك شوف، أنا نفس الشيء اللي حصل مع المغرب حاصل في الإمارات. سبب عدائكم للإمارات هو المغرب. ثاني شيء الخليج عامة، لأن الخليج يدعم المغرب، هذا أول شيء. ثاني شيء لأن الخليج عنده ثروات غازية وبترولية، الجزائر عنده نفس الشيء. فلازم المسؤولين الجزائريين يبرمجون الشعب الجزائري ضد الخليج عشان ما يطالبون بالثروة، ما يطالبون بحقهم. يقولون يا جماعة الخير، هذول العرب والخليج المتصهينين المطبعين، هذول اللي موقفين مع المغرب وموقفين مع كذا وغيره، هذول ناجحين لأنهم مطبعين، فأنتوا لازم تهاجمونهم، وتصير الشعب الجزائري لا يصحى لنفسه ولا يتكلم على حقه. تمام؟ هذا هو المنطق. إذا أنت تفكر الإنسان أنعم علينا رب العالمين بالعقل، تفكر أنه ما في اختلاف ثاني. لأن يوم تسأل الجزائري الحين تحصل حتى في المغرب، يوم تسأل الجزائري تقول له ما سبب عدائك للمغرب، يقول لك إسرائيل، لا هذول مطبعين، هذول كذا. بس في نفس الوقت عادي يسلم على أردوغان، يسلم على فرنسا، ويسلم على أي دولة ثانية مطبعة، مو مشكلة. اللي جاسم لاحظتها صدق، يقول له السبب قطع العلاقات بين المغرب والجزائر، يقول لك عشان مطبعين مع إسرائيل. إيه هذول كلهم. أنا أقول لك هاي هني تم برمجة الشعب يوم يكون مبرمج على شيء، هذا هو. المهم يا أخي، شوف أخي الحبيب، الشعب يعني فيه الصالح والطالح مثلنا مثل كل الشعوب. حنا الشعب، أنا ماني ضد الشعب الجزائري، الشعب اللي يكون كله صالح ولا غيره هذا شيء ثاني. احنا ماني ضد الشعب الجزائري عامة، أنا أتكلم لك عن المسؤولين اللي يحاولون يستغلون طيبة الشعب، مثل عبد المجيد آخر مرة يعرف أن العهدة بتخلص ولازم الحين يجي عهدة ثانية. السلام عليكم، طلع عدد الشهداء ل6 مليون، طلع الدولار مقابل الدينار $140، مزرعة حليب ما يستوعبها حتى العقل، ويوعد باشياء مو موجوده مثل قطار تمر راست اللي بعدها ما وصل. اخي الحبيب، هو لما قال انا ما اقول لك، انا فيها اشياء اللي ما رديت عليك اللي هم صح، ولكن فيها اشياء اخرى اللي هي مزرعه الحليب، هذا كانت محرفه. يعني مش قصده هو مزرعه الحليب، هو قصده ان تكون ارض فلاحيه ويؤتى فيها البقار والكذا وما ادري ايش. اقول لك شيء يا سهيل، كل شيء اللي قاله غلط. اكيد انا شوف كل شيء، مو حتى يعني مخك انت الحين يستوعب الدينار مقابل الدولار. هذا غلط. انا شوف يعني كل شيء غلط. شوف احنا شوف دقيقه، شوف حبيبي، يمكن الجزائري يعني في الوحيد، ما اريد ازكي نفسي ولكن لا تزكوا انفسكم ان الله كان بكم عليما، ما عنده النفاق ولا عنده التقيه. انا اتكلم معك بوضوح وما نفقك ولا نتقيك، واذا ما عجبتني يقول لك ما عجبتني صحيح مباشره. فهمت كيف؟ الجزائري لما ما يعجبك يطلع يسبك وينزل، وما عندنا النفاق. ولكن أنا
طلعت أتناقش معك وأني حبي لأهل الإمارات وحبي لأهل الخليج أنهم مسلمين مثلنا مثلهم وناس موحدين وما شاء الله من أهل السنة والجماعة، فلذلك أنا طلعت أتناقش معك. ولكن مهما يكون لما أشوف صورة مثلا هاك يعني تسيء إلى بلدي حتى وهي حقيقة يعني يحز في نفسي يعني ما أحب، فهمت كيف؟ وأنا شفت منك مرة موقف أخي جاسم وعجبني كثير، وطلعت في لايف، ولايف ربما تعرفوا الأخ يسموه دار زايد إذا تعرفوا. ايوه طلعت عنده وشكرتك عنده وكلهم فرحوا بهذا الكلام الموقف اللي حكيته على جاسم شنو دار. وانا اقول لك شنو الموقف اللي انت كنت في لايف للجزائر والجزائريين كثير بكلام، وبعدين الله عز وجل سبحان الله انا تفاجأنا ان رسل لك واحد جزائري لعبت معه جوله لان جاك سينيال او طلع واحد عندك في ما اظن في السطح سبك صاحبي ظرفني في راسي مطاش تهدر صاحبي. الجزائري اللي كان من ذوي الاحتياجات الخاصة. بارك الله فيك. كمل اخوي كمل. طلع معك. انتظر دورك. شكون هذا؟ لا مو انت، حد تكلم، تفضل كمل. اوكي زي فضلك. فلما طلع معك ما ذوي الاحتياجات الخاصة وانت غيرت الصورة واثر فيك، فعرفتك انك انسان ابن اصل وانسان محترم، ورحت عند دار زايد اللي هو صديقي واعزه، وانا صديق شمسي اذا تعرف شمسي. ايوه عارف. وطلعت معهم، نعم طلعت معهم في قست مباشرة في اللايف، وكان معي شمسي وسلم عليهم وتكلمنا معهم وحكيت لهم القصة بتاع جاسم عليك أنت أنه شو صار وقالوا ما شاء الله أن هذا من طيبتك ومن أخلاقك ونحن نعزكم وجزاك الله خير. وآسف على الإطالة. شكرا الله يسلمك. شكرا الله يبارك فيك. شكرا. تفضل كومبات موبا. كومباتون سلام. شوف الأخ أنا والله غير كنت متمني لو كان هذه الصورة غيرتوها. أنت إماراتي؟ لا. أنت من وين؟ فلسطين. فلسطين. لا أظن أنه يهضر على الجزائر بهذه الطريقة. على كل حال أنت إماراتي والأخ الفوق فهد سعودي. أنا كنت نتمنى لو كان هذه الصورة غيرتوها بالطريق الجسر البري لإسرائيل ونعاقبوا عليها ونيكم موتكم كاع كيما راكم يا ولاد القحاب يا المطبعين. انا ماشي كيما ذوك الجزائريين، انا نجبد لكم زبي ونوريكم يا ولاد القحاب نيكم موتكم. لا ابو الشيخ علاش كتمتوا زين؟ خلوا الرجال يكمل مداخلته. ليش نزلتوه؟ المشرفين رحم الله والدينكم لا حد ينزل حد. الرجال مستعجل يمكن عنده شيء وده يراوينا اياه. ايش فيكم يا جماعه؟ اخي جاسم انا عندي يطيح البث يا جاسم. هو يطيح البث لما احسن تنزله احسن. شوف اخي جاسم، شوف الان كم لايف الان فيه؟ 600 ولا كم؟ 660. أنا عندي رسالة بالحساب التبوني 1.5 مليون. بالحساب التبوني 20 مليون. انا مثلا اقول لك يا اخوي الجزائري ترى انا ظني مشكله عبد المجيد تبون، مع احترامي لك شخص صراحه، احترامي لك هو يمثل الدوله طبعا طول الله بعمره، بس هو ظني انه يحسب بالدينار. يضرب العدد في الدينار. لا بالعكس، انا شوف جاسم انا احب اقول اخوي الجزائري هذا ترى كنت انسان محترم، وبالعكس ترى انا من الناس اللي يحترمون شمسي، ترى فعلا احترم. بارك الله فيك. شكرا والله. جماعه الخير لحظه ثواني عندي تدخل. خليني بس اقول شيء. تفضل. زيد فضلك ان شاء الله. شكرا. انا اقول بس هكا يعني باختصار، يعني رساله ميساج نقولوا بالله، رساله هكا يعني باختصار الاخوه هنا اللي موجودين في القصد، خاصه منهم الجزائريين ابناء بلدي. يا اخي شوف بالله عليكم، مثل هذا اللي يطلع الان وقال ان الامارات او مثلا فتحت جسر يروح على يا اخي مين تجيبوا هذا الخزعبلات؟